يسعد لي أوقاتكم يا رب. اليوم أنا بدي أعمل جلاش. شايفين المنظر عم يحكي عن حاله. هلا أنا طبعا عم حط القطر تقيل، لازم يكون تقيل، إذا مو تقيل هيطلع معك طري. التقيل هيخليه مقرمش. كان بس بدي أسمعكم صوت القرشة كتير كان طيب. نفوت على الطريقة. عندي هون سوداني وجوز هند وسكر، طاحنتهم بالكبة مع بعض. وهون عندي ربطة جلاش تازة، يعني لسه جايبتها من الفرن دغري عالشغل. يعني أنا فردتها وعم بدهنها بالفرشاي بالسمنة. الفرشاي هتسهل عليكي وهتخليها كمان ما فيها كتير سمنة. أنا بحب سمنة روابي، بتكون كتير مقاربة من السمنة البلدي، وإذا عندك سمنة بلدي عن جد يا سلام هتطلع معك أطيب. وهلأ رح أحط الحشوة بهاي الطريقة، رح أفردها بشكل طولي، وإذا بدك ممكن تحشيها فستق، بس هذا اللي كان متوفر عندي. وهلأ بدي لفها بهذا الشكل اللي انتو شايفينه. لا تكزي عليها كتير لأنه ممكن الورقة تتقطع معك انتو وعم تلفيها. ودهن الصينية هون سمنة. هلأ رح أعملهم كلياتهم بهذا الشكل اللي انتو شايفينه. هلأ بقى بدي بلش إني أقطعها قبل ما أفوتها على الفرن. طبعا الفرن حامي، الفرن سخنته على درجة حرارة عالية. هلا بس خلصت تقطيع. هلا شايفين أنا هذا المقاس اللي عم قطعه هذا مناسبني، انتو بقى قطعوه حسب رغبتك. رح أدهنها بالسمنة، أعطيها وش سمنة وفوتها على الفرن، وأعطيها وش من تحت بس تتقرمش من تحت تعطي لون ذهبي. كمان رح أعطيها لون ذهبي من فوق، رح شغل الشواية من فوق. وبس هيك الفيديو كان هاد الآخر. يا رب يكون عجبكم، مستنية دعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.